السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي منى أحمد وقناتي اسمها منى كيتشن. هنعمل مع بعض النهاردة آيس كريم فانيليا بطريقة سهلة جدا وبسيطة وطعمه مميز وبطريقة جديدة جدا حلوة قوي قوي بجد هتعجبكم. شايفين طعمه تحفة وريحته كمان جميلة، بس طبعا الجو حر جدا جدا فلازم نعمله بقى وناكله. شايفين مش مستحمل أصلا، بيسيح جدا طبعا عشان الجو حر. انا مطلعاه من الفريزر عشان اقدر اقدمه لكم طبعا. يلا بينا بقى ندخل ونشوف المقادير بتاعتنا هنعمله ازاي النهارده. اول حاجه هنجيب معانا كزرولة او حله هنحط فيها كوبايتين من اللبن، يعني نص كيلو من اللبن. تمام، واللبن هنستخدمه بدرجه حراره المطبخ، او ممكن تطلعيه من التلاجة يعني تبقي لسه جايباه من بره وتستخدميه، يا اما بتطلعيه من التلاجة وتسيبيه ياخد درجة حرارة المطبخ بتاعك. هنضيف عليه اضافة حلوة قوي قوي، باكت كريم كراميل. هنستخدم بودرة الكريم كراميل بس. تمام، وهنشيل الصوص اللي مع الكراميل، هنستخدمه في وصفة ان شاء الله هعملها لكم قريب. حلوة قوي، وسبق واستخدمناه برضو في وصفات كتير، بديل للعسل الاسود او صوص الكراميل. يلا بينا بقى ناخد الكلام ده كده. هنضيف له كمان السر معانا معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وهنقلب الكلام ده كله كده على البارد شوية، وبعد كده هنرفعه على البوتاجاز ونفضل نقلب فيه لحد لما العسل الجلوكوز يدوب. تمام، انا رفعته كده على النار وعلى نار بقى متوسطة. شايفين العسل طبعا الجلوكوز ماسك معايا ازاي. هفضل اقلب بقى في الخليط ده لحد لما العسل الجلوكوز يدوب تماما معايا بالشكل اللي هتشوفوه وتلاحظوه معايا في الفيديو. طبعا ما تقلقيش خالص، العسل هيدوب معاكي، بس اهم حاجه ما نعليش النار بتاعتنا. شايفين خلاص كده هو الخليط داب معايا. هفضل برضو اقلب في الخليط بتاعي لحد لما يبدأ يغلي معايا زي ما هتشوفوه، وبعد كده هقول لكم على الخطوه اللي بعد كده. ايدنا فيه ما نسيبوش خالص زي ما انتوا شايفين كده. انا حطاه على العين الصغيره، تمام، على نار متوسطه. لو العين الكبيره هتبقى نار الهاديه. تمام كده، هقلب لحد لما يبدأ في الغليان زي ما هوري لحضراتكم. طبعا هو كده كل المكونات عندي دابت تماما واتجانست مع بعضها، وهو بيبدأ اهو هيبدأ يغلي. تمام، لازم زي ما قلت لك في المرحلة دي افضل اقلب. شايفين هيبدأ يغلي اهوت من الحروف. هقلب كويس جدا وهسمح له بس ان هو ياخد غلوة واحدة. اول ما يبدأ في الغليان هياخد معايا غلوة واحدة بس. تمام كده، نركز كويس عشان ناخد احلى ايس كريم. كمان بتاكليه من بره حلو قوي، اللي هو بينزل من المكنه بتاعت الايس كريم كده بقى قدامك في البسكوته نازل كده. بيبقى طعمه حلو قوي قوي. هقلب كويس جدا. شايفين هو بدأ يغلي معايا اهو. زي ما قلتلك اول ما يبدأ في الغليان هسيبه ياخد غلوة واحدة بس. طبعا اهو، وبعد ما يغلي معايا غلوة واحدة هطفي عليه وهنشوف هيحصل معانا ايه الخطوة اللي بعد كده. طبعا انا بقلبه كويس جدا جدا واتأكد ان هو ما فيهوش اي تكتلات خالص. خلاص كده انا متأكدة ان كل المكونات بتاعتي دابت معايا حلو جدا جدا. وزي ما قلت برضو احنا لسه على نار متوسطة. شايفين اهو الحروف اهي. هيبدأ يغلي معايا، هديله بقى غلوة واحدة بس واطفي عليه. بس طبعا برضو بقلبه في المرحلة دي كويس جدا جدا. تمام كده، خلاص كده هو غلى معايا. هيقلب معايا اهو زي ما هتشوفوا اهو. بشاور لكم طبعا وبعرفكم ان ايه هو بيبدأ يغلي معايا اهو، بس طبعا عشان النار مش عالية فبياخد وقت. هو كده خلاص غلى معايا الغلوة اهي بالظبط كده. هطفي بقى واقلب حلو كويس جدا، وهكون مجهزة معايا طبق او بولة تانية عشان انزل فيه الخليط عشان يبرد براحته تماما. هو كده اهو تمام جدا، خد الغلوة بتاعته معايا. هطفي بقى عليه، وزي ما قلت هنقله في بولة تانية او في
اي طبق تاني تمام يكون متوفر اللي عندك. هبدأ بقى انزل بيه الخليط بتاعي بالشكل ده اهو كده تمام. هغطيه بقى بالاسترتش الغذائي تمام، وهسيبه يبرد تماما عشان اقدر اشتغل فيه وما يسيحش الكريمة معايا. من عوامل النجاح بتاعته ان انتي بتسيبيه يبرد تماما. شايفين بعد ما برد بقى قوامه عامل ازاي؟ هبدأ بقى اضيف عندي هنا كوباية وربع من الكريم شانتيه، كوباية وربع من بودرة الكريم شانتيه الخام، وهضيف معايا كمان معلقتين كبار من السكر البودر. هضيف معلقتين كبار مليانين من السكر البودر، وهضيف كوباية وربع من كريم شانتيه الخام، وهقلب بقى الكلام ده كله كده بالراحة، وهضربه بقى ضرب حلو جدا لحد ما المكونات كلها تتجانس معايا بالشكل ده تمام كده. شايفين انا بحاول اقرب لكم الصورة، انا بضرب اهوت والقوام كل مدى بيختلف وبيفتح شوية. عايزة اقولك بجد طعمه حلو جدا جدا، جربيه ان شاء الله هتدعيلي. بس هو كريمي وكمان بيمط كده في مطة الايس كريم بتاع بره الحلوة، اللي زي ما بقولك ايس كريم المكن اللي بتقفي كده عند الراجل وينزلهولك في البسكوتة او الكوباية. شايفين القوام؟ هنضربه كمان ضربتين كده علشان احنا بعد كده هنغطيه بستريتش غذائي او بلاستيك راب، وهنشيله في الفريزر لمدة 5 أو 6 ساعات. تقدري تسيبيه كمان ليلة كاملة، وهنكمل ضرب فيه بعد كده ان شاء الله. كده القوام زي ما انتوا شايفين بيختلف زي ما انتوا وريتكم كده في المرتين. خلاص كده تمام بقى. هغطيه زي ما قلت لكم بالبلاستيك راب، وهشيله في الفريزر. يفضل طبعا ان انت تشيليه في الفريزر اقل حاجه 6 ساعات. عايزه تشيل زي ما قلت لك تحطيه ليله كامله يبقى تمام قوي. هغطيه بقى كده واروح احطه في المجمد بتاعي او الفريزر بتاعي. ما ينفعش نحطه في التلاجة من تحت، لا احنا بنحطه في الفريزر او الديب فريزر عشان يتجمد معايا. بجهز بس بقى الورقه بتاعه الاسترتش بتاعي، بفكه كده عشان اغطيه بيه واشيله على طول في المجمد او في الفريزر، في الديب فريزر المسمى اللي انتوا بتفضلوه او المستخدم عندكم. بنعمله كده تمام. غطيته بقى اهو بالاسترتش الغذائي او البلاستيك راب. خلاص كده وهشيله، بس اتاكد طبعا ان انا قفلته كويس جدا ومحكم كده. طبعا لو عندك حاجه بغطا مفيش اي مشكله خالص. هشيله بقى كده واحطه، وبعد ما يعدي الوقت هطلعه ونشوف هنعمل فيه ايه. وده الايس كريم بعد ما قعدته 6 ساعات. تقدري زي ما قلت لك تقعدي يوم كامل مفيش اي مشكله. شايفين القوام؟ شايفين؟ تحفه، كريمي جدا، حلو قوي قوي قوي. تقدري طبعا حابه تاكليه كده خطير بجد. تقطعيه بقى بالمعلقه الايس كريم بقى وتحطيه في بولات او في البسكوت، دي تحفه. بس انا كمان حابه يبقى فيه مط كمان اكتر. بالراحه كده هشغل المضرب عليه بعد ما كسرته بالمعلقه كده بالراحه. هبدا اضربه حلو جدا. هتلاقي القوام بتاعه، شايفين القوام اختلف تماما وافتح وبقى كريمي وكمان فيه مطه اكتر. حطيته بقى في كيس حلواني وبالبله كده شكلها جميل. بس اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا عايزه اقول لكم الجو فظيع جدا جدا. فاستحملوني بقى وانا بشكل الايس كريم بتاعي زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين كده بالشكل ده اهو، فظيع بجد. شايفين المطة رهيبة. نحطه بس كده نسنده بقى في كوباية ونحط البولة تانية. انا هنا استخدمت بسكوت بجد بيبقى طعمه حلو جدا، وهو مدي البسكوت عندي مقرمش، والايس كريم بتاعي تحفة مدي طعم مع البسكويت كده حلو قوي قوي بجد. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هو بصراحة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش معقدة. شايفين اهو
انا بوريكم شكله، واهو كمان عملت واحده كمان. نحط بقى كمان واحدة وندوق بقى الجمال والحلاوة دي كلها. طبعا انا بعتذر بجد، الجو صعب جدا جدا، والايس كريم بتاعي بقى شايفين بيسيح ازاي. طبعا عبال ما شكلت البولات وكده، لا هو صعب جدا جدا الجو. الله يكون في عوننا جميعا يا رب، وعون كل الستات اللي في المطبخ. دي حلقتي ليكم النهارده، ايس كريم فانيليا بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه، ومش معقده خالص، بدون لبن مكثف بقى، بدون كريمه خفق. دي كانت حلقتي ليكم النهارده، حلقه سهله وبسيطه، وبجد الايس كريم طعمه جنان خطير جدا. لو عجبك الفيديو، عجبتك الوصفه، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.